وفي المغرب وإن بلغت الحاشية في تجميل صورة الملك. أول قناة رقمية تحارب المخزن ليل نهار. الشارع المغربي يعلن نهاية الملكية ومملكة الشر على وشك الانهيار. الشعب المغربي في خطر كبير. المظاهرات الأسبوعية المنددة بالفقر والديكتاتورية والملكية المفترسة تبشر ببداية نهاية هذه المملكة التي لا تزال تعيش في القرون الوسطى. غالبية المغاربة يعيشون تحت خط الفقر ويموتون يوميا من الجوع والبر. أكدوا بقولهم: لم يتبقى لدينا شيء وكل ما نحتاجه هو القليل من الطعام والماء. ليس لدينا مكان ننام فيه في هذا البرد القارس الذي أودى بحياة مئات الأشخاص. الأسعد حظا من بيننا ينام في الخيام والبقية يلتحفون السماء. نبقى ساكت أنا ما كنقدرش، لازم مازال كنعيشو. رسالة القنوات الجزائرية كومبلي كامل من اليتيمة وجيب شوف هي تحكيو الحقيقة تاعنا حنايا كشعب جزائري كيف رانا عايشين. يا درك نوليو حنا نصوروا ونحطوا في مواقع التواصل الاجتماعي نعتو لهم كيف رانا عايشين في الجزائر الجديدة هذه. واحدة من الزوز هذه هي كرهنا كيما يقول التونسي هارمنا خلاص. هاي برك برك هاي الجزائر برك برك ها. وين راهو الدبيتي قرعاقات خاصنا في بلاد الغاز، ثاني دولة في العالم في الغاز. وين راه الغاز؟ شتا طبيعي شتا معاناة في الصيف معاناة. في الصيف نقعدوا برا حنايا. ماشي نشبكة مش مشيتي معنا عشيماني عاي وعنا وزحف بقينا رزقيني ما عندناش نشرو ما عندناش تاع الدولة ماشي هوا نصدوها حيت حاولنا كنا حنا خيار ناس رجعنا حنا تاني. هذا الحين دايما هكا صارينا دايما صارينا كيما. شحال عندك الحاجة ما شربتيش؟ شحال عندك؟ أنا في 20 يوم ولا 20 ما جاتناش ما جاتش. قادر يوقف معايا ويكون راجل وارجاز يبقى معايا ويوقف معايا. لو شايف روحه يخاف من هذه العصابة أنصحه لوجه الله ويسوطي من التران وينزل، لأن التران خلى. اليوم بدينا بالحليب، بعد أسبوع جماعة الخبز.